يعني ما يقدر العبد يناقش، الإنسان ما له حق يناقش أمر الله تعالى، يقول ليش الله عز وجل يقول هالشكل. الله تعالى مولى ونحن عبيد، علينا أن نطيع. في مضمون رواية أن إبليس لعنه الله لما رفض السجود لآدم عليه السلام وطرد ولعن، قال: إلهي اعفني من هذه السجدة ولأعبدنك عبادة لم يعبدكها أحد قط. فقال الله تعالى: إني أحب أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. هو مو بكيفك أنت تقول والله هذه السجدة اعفيني عنها وأنا أطيعك، أنا أقول هالسجدة تسجدها، ما تسجدها عبادتك لا قيمة لها. هذا شيء يتكرر في الروايات. في مضمون رواية أخرى أن موسى عليه السلام، بالي الرواية ترتبط بموسى بن عمران عليه السلام، مر على رجل من بني إسرائيل ساجد يدعو ويلح بالدعاء. راح موسى عليه السلام رجع بعد هذا ساجد ويلح. فقال موسى عليه السلام: إلهي لو كانت حاجة هذا عندي لقضيتها له. يعني مثل اللي انكسر خاطر عليه، قاعد يلح يقول له حاجته عندي أنا كان مشيتها. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى لو دعاني حتى تنقطع عنقه، يظل ساجد إلى أن رقبته تنقطع، ما استجبت له حتى يأتيني من الطريق الذي أمرته به. هذا مو ماشي على الخط المطلوب. مثلا الخط المطلوب بذاك الزمان أن يتبع هذا الشخص، يتبع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام جايب شريعة من الله تعالى، المفروض هذا يتبعه. هذا مو ماشي على هالخط، هو بكيفه قاعد يتصرف. لو يسجد ويظل ساجد إلى أن تنقطع عنقه ما يستجاب له. يعني هي القضية مو قضية أنه واحد يكثر من العمل لكن لا بالطريق الذي طلب منه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك صراط مستقيم الإنسان لازم يمشي عليه. على كل حال عقيدته فيها خلل أو يتصرف بخلاف ما أمر به. موسى عليه السلام أفرضه يقول له هالشكل تصلي، تقرأ هكذا، تتوضأ هكذا، هو ما يدير بال، يقول لا أنا أشوف اللي أنا يعجبني. مثلا يتصرف حسب هواه. النبي يقول صلى الله عليه وآله للمسلمين بحجة الوداع، يقول لهم، هاي موجودة في الروايات، أنه إن هذا جبرائيل مضمون الرواية يأمرني أن آمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة تمتع. اللي مو جايب هدي وياه خلي يحل. يقوم شخص يعترض على النبي صلى الله عليه وآله، يقول له وأنت يا رسول الله؟ قال أنا سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. أنا ما أقدر أحل، أنتوا لازم تحلون اللي ما سقتوا الهدي. يرد عليه يقول له أنت تصبح أشعث أغبر ونحن نصبح ورؤوسنا تقطر ماء. هذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي هذا اعتراض على الله عز وجل.